السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا من قلب إنجاز مؤسسة فذكر. الحقيقة يا إخوانا إحنا جينا هنا من 6 شهور، ما كان في مبنى كهذا المبنى الذي ترونه الآن معدا بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل مساهمات حضراتكم ثانيا، بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بفضل أهل الخير وأهل الفضل تحركت مؤسسة فذكر في هذا الاتجاه، وبفضل الله تبارك وتعالى خطوة بخطوة حتى أصبح الحال كما ترون الآن بفضله تبارك وتعالى، صورة نموذجية للمسجد اللي بإذن الله عز وجل يكون فيه وسائل الراحة للمصلين، لأن مساجد الله عز وجل وبيوت الله تبارك وتعالى في الأرض هي أولى أن تكون فيها وسائل الراحة. مؤسسة فذكر من فضل الله تبارك وتعالى أخذت المسجد مجرد اسم فقط كأنه حبرا على ورق، ثم تتبعد بفضل الله عز وجل الخطوات وخطوات أهل الفضل جميعا والأهالي كذلك، وأنا قلت لا أستثني أحدا، حتى أصبحت الصورة زي ما حضراتكم شايفينها دلوقتي، صورة حقيقة تسر النفس. المشوار لم ينتهي بعد، احنا الى هذه اللحظة يمكن اليوم ان شاء الله يوم عرس هنا في القرية، لا سيما وان المسجد ده هو المسجد الوحيد اللي بيخدم القرية. لازال المسجد محتاج. هتقول لي حضرتك محتاج ايه؟ بفضل الله تبارك وتعالى وبفضل ايضا مساهمتكم استطاع اخواننا في مؤسسة فذكر ان هم يقيموا الاعمدة البناء، الاعمدة اللي موجودة في الدور الثاني، اللي احنا بنقول عليه برضه هنسميه كده مجازا مصلى السيدات، لانه وانا بقول مجازا لانه لازال اعمدها على الارض على سطح المسجد وليس فيه اي شيء يدل على انه مصلى. مع حضراتكم نقدر قبل رمضان ان يصلي السيدات هنا في المسجد باذنه تعالى، يا رب يتقبل منا ومنكم. لو عايز تساهم معنا في الدور اللي فوق بص اسفل الشاشة هتلاقي فيه ارقام، الارقام دي تصورها واتصل بينا علشان يصلك مندوبنا اينما كنت.